بيبدأ الفيلم في المستقبل القريب لما بنشوف 8 جيمرز بيجيلهم رسائل غريبة بتوجه لهم دعوة عشان يشاركوا في لعبة جديدة اسمها ذا كولاب، واللي بتوعد بجايزة قيمتها $100,000، وكلهم بيروحوا لدور عالي جدا في مبنى فخم في وسط المدينة. ولما الكل بيوصل بيلاقوا صوت روبوت بيقول لهم يكتبوا بياناتهم على تابلت، وبعدها بيطلب منهم انهم يقلعوا هدومهم ويحطوا كل حاجتهم الشخصية في دواليب ويلبسوا بدلات مخصوصة بتاعة الحركة. وهم بيغيروا بيبدأوا يهرجوا على آدم علشان جسمه كبير والبدله ضيقه عليه، وكارل بيبان عليه اثر حرق قديم، واندريا بيحكي انه كان جندي في الجيش زمان. ولما الكل بيكون جاهز بيدخلوهم اوضه فيها سكانر، ولسه المغامره الحقيقيه هتبدا، والصوت بيطلب منهم يطلعوا على السكانر ويقولوا اسماء المستخدمين بتوعهم، وبعدها يقدروا ياخدوا العتاد الجديد بتاعهم. والعتاد ده بيكون عباره عن بدله متطوره جدا ومعها خوذه واقع افتراضي VR بتتثبت في العمود الفقري علشان يدخلهم جوه اللعبه بالكامل. وادم قال لنفسه ان النوع ده المفروض ما يلبسوش غير الصفوة. والصوت بيعلن بداية مرحلة التدريب، وكل واحد بيقفل الخوذة بتاعته، وساعتها بتبدأ المحاكاة. وفجأة الأوضة بتتحول لعالم واقعي جدا كأنه بعد نهاية العالم، والبدل بتتحول لزي عسكري، حتى الوشوم اللي كانت على جسمهم بتختفي، مع ان كل حاجة حواليهم باين عليها انها واقعية جدا، الا انهم بيكتشفوا انهم مش بيقدروا يمسكوا اي حاجة، وايديهم بتعدي من خلال الاجسام في المحاكاة. وفي اللحظة دي بيظهر القائد وبيبدأ يتعامل معاهم على انهم مجندين جداد، وبيحاولوا يلمسوه بس مفيش فايده. وحتى لما بيشيلوا الخوذات بيكتشفوا انه مش موجود فعليا في الاوضه، وانه طالع كشخصيه بيحركها الكمبيوتر في اللعبه. وبتمشي المجموعه ورا القائد لحد ما بيوصلهم اوضه تانية فيها اسلحه، واللي في الحقيقه بتكون مجرد مجسمات، وبيطلب منهم القائد يجربوا الاسلحه دي على شويه ازايز. ولما بيضربوا بيحسوا بارتداد حقيقي كانهم بيستخدموا سلاح فعلا، وده بيخليهم مبهورين قد ايه اللعبه واقعيه. وبعد شويه تدريب بيفاجئهم القائد وبيضرب نار على 2 منهم، والنتيجه القمصان الواقية بتاعتهم بتختفي. بس علشان دي لسه مرحلة تدريب بيرجعوا يلبسوها تاني، والقائد بيشرح لو اتصبت مرة واحدة بس بتفقد الحماية، وساعتها هتكون مكشوف تماما. ولو حد فيهم اتصاب بعد ما يختفي القميص الواقي بتاعه يقدر يستخدم حقنة مصل خاصة بتعالج الإصابة، لكن كل واحد فيهم معاه حقنة واحدة بس. واللعبة بتقول لهم ان المبنى ده سيطر عليه مجموعة من الإرهابيين الخطيرين، وأول مهمة ليهم هي انهم يقضوا على الإرهابيين ويوصلوا للدور الأرضي وهم لسه عايشين، واللي هينجح هيكسب الجايزة الفعلية اللي هي الفلوس. وبعد ما القائد بيختفي اندريا بيقرر يبقى القائد لانه عنده خبرة، وبيبدأ يديهم نصايح عن ازاي يتحركوا بهدوء وما يتكشفوش. وبيبدأوا يدوروا في الاوض المختلفة، وفجأة بيظهر عدو في الطرقة وبيفتح نار، فمعظمهم بيستخبى، لكن اندريا بيتصرف بسرعة وبيقتل الراجل. والصوت في السماعة بيعلن انهم كده خلصوا المستوى الاول، وكل النقط بتروح لاندريا. ولما بيلمسوا جثة العدو بيكتشفوا ان هو كمان شخصية بيتحكم فيها الكمبيوتر. وهم نازلين على السلم بيكتشفوا وجود جهاز صاعق بيصعق اي حد بيحاول يخرج من غير ما يخلص المرحله، فبيدخلوا المستوى التاني، وهناك بيلاقوا اسلحه اقوى، فاندريا بيعلمهم ازاي يستخدموها. ولما بيدخلوا الاوضه الرئيسيه ماركو بيقتل اول عدو يظهر قدامه. وبعد ما بداوا ياخدوا على اللعبه اغلب اللاعبين بقوا بيتحركوا بحريه وبيستخبوا ورا اي حاجه يقابلوها وهم بيقتلوا الارهابيين. وادم بيفرغ كل الرصاص اللي معاه من غير ما يصيب ولا طلقه، فاندريا بيتدخل وبيضرب العدو بداله، بس بيتضرب هو كمان وبيخسر القميص الواقي بتاعه. وفي الوقت ده تايلور بتبدا تنهار تماما، وبيبان ان عندها نوبه هلع، وبيطلع ان اللي اتبعتت له الدعوه اصلا مش هي، دي كانت صاحبتها وهي جت مكانها، بس ما قدرتش تستحمل واقعيه اللعبه. وشيلي بتحاول تهديها وتفكرها ان دي مجرد لعبه، لكن لما بيجي دور شيلي انها تضرب بتتجمد وما بتقدرش تضغط على الزناد. والعدو اللي كان بيقرب من البنتين كارل بيقتله، لكن بعدها بيتضرب وبيخسر القميص الواقي هو كمان. وكارل بيرفع ايده كانه بيستسلم، بس العدو بيضربه تاني من غير رحمه. وساعتها شيلي بتجري وبتقتل العدو، وشيلي وكارل بيشيلوا الخوذات بتاعتهم، وكارل بيبدا يحس بألم فظيع كانه حقيقي، فبيرجعوا للعبه واندريا بيحقنه بالمصل. وفعلا كارل بيتعافى على طول، بس كارل بيكون متاثر جدا باللي حصل، فبيفتح الخوذه ويرجع للعالم الحقيقي، وبيقول دي مش لعبه، مستحيل تكون لعبه. وبعدها الكل بيفتح الخوذات عشان ياخدوا نفس ويستريحوا شويه. وادم في الوقت ده بيلاقي اسلحه جديده، وكارل بيبدا يشرح انه فعلا حس بشحنات كهربائيه حقيقيه، وبيقول ممكن يكون ده برنامج تلفزيون الواقع. وزاهد بيبدا يتوتر وبيحاول يقلع البدله بس مش بيقدر. وساعتها ماركو بيقول ممكن تكون مجرد اختبار، بس زاهد بيقول احنا ممكن نكون تجربه عسكريه. وماركو بيرد عليه واندريا هو الجاسوس بتاعهم جوه اللعبه. والمناقشه بتشتد والجو بيتوتر جدا، فاندريا بيسيبهم ويدخل الحمام عشان يهدى. وكل ده وهم ما كانوش واخدين بالهم ان اللعبه لسه شغاله، وان الارهابيين اللي كانوا ميتين ابتدوا يرجعوا للحياه
تاني. وواحد منهم بيحصل اندريا جوه الحمام وهو يا دوبك لحق يقفل الخوذه قبل ما يتضرب بالرصاص، ولما جه يعالج نفسه لقى ان المصل بتاعه كان استخدمه كله على كارل. والباقيين لما سمعوا صوت ضرب نار قفلوا الخوذات بسرعه، بس ادوارد اتضرب اول واحد، فالكل بيجري وبيدور على مكان يستخبى فيه. وتايلور بتحاول تنزل على السلم لكن اللعبه بتمنعها لان المستوى لسه ما خلصش، والارهابيين بيرجعوا يضربوا نار والفريق بيحاول يدافع عن نفسه باقصى طاقته. وادوارد بيستعمل المصل بتاعه ويتعالج، واندريا بيزحف وهو بينزف في الممرات، وادم في اللحظه الحاسمه بيرمي قنبله وبيفجر كل الاعداء اللي فاضلين. وساعتها اللعبه بتعلن ان المستوى خلص وادم بياخد اعلى سكور. ولما الضرب بيقف الفريق اخيرا بيسمع صوت اندريا وهو بيطلب النجده، وفي اللحظه دي اندريا بيفتح الخوذه وفجاه بيسمع صوت عداد تايمر، وبعدها مخه بيتكهرب وبيبدا جسمه يرتج بعنف. ولما الباقيين بيوصلوا له بيكون للاسف مات خلاص. وشيلي بتحاول تعمل له انعاش للقلب بس من غير فايده، وبعدها الصوت بيعلن انهم يقدروا يدخلوا المرحله اللي بعدها، بس الفريق كله بيبقى مش عايز يلعب تاني. وبيلاحظوا دم على الارض وبيفهموا ان اللي قتل اندريا هي الخوذه نفسها، فبيحاولوا يقلعوها لكن مفيش فايده، مش بتتفك. وزاهد بيتوتر وبيمسك طفايه حريق وبيطلب من حد يساعده في تجربه، فكارل بيتبرع وبيضرب زاهد بالطفايه كذا مره بس الخوذه لسه مش راضيه تطلع. وفي اللحظه دي القائد بيناديهم يدخلوا اللعبه تاني، وبيمشي كده كأن كارل مش موجود وبيعدي من خلاله، وبعدها بيضرب زاهد كذا مره كعقوبه لانه كسر القواعد. والقائد بيهددهم بعقوبات لو ما لعبوش، فالمجموعه ما بيبقاش عندها اختيار غير انها تكمل. وبيعدوا على مستويات كتير من غير مشاكل كبيره، لكن في كل دور بيبقى لازم يتعلموا اسلحه جديده ويتعاملوا مع انظمه لعب مختلفه، وبيدخلوا اوضه فيها تسريب غاز فما بيقدروش يستخدموا اسلحه ناريه، وبيضطروا ياخدوا سكاكين يحاربوا بيها. ولما تايلور اضطرت تقتل حد بايدها القلق والتوتر عندها زاد اكتر، فشيلي بتوعدها انها هتطلعها من الليله دي. ولما بيدخلوا في ادوار اكتر معظم الفريق بيخسر القمصان الواقيه بتاعته، وفي تبادل نار عنيف كارل وادم بيتصابوا وبيقعوا، فشيلي وماركو بيسعفوهم بالمصل عشان يرجعوا تاني للعبه. وبعد كام ساعه المجموعه بتاخد بريك وبيكتشفوا ان الدنيا بقت ليل في الحقيقه، وبيبقوا متضايقين من طول وقت اللعبه، فبيبداوا يستخدموا اي حاجه حواليهم يضربوا بيها الازاز. وزاهد وبيقدر يعمل شق في الازاز. وفي اللحظه دي القائد بيظهر تاني بس المره دي بيضرب زاهد ضرب جامد جدا اقوى من اي مره فاتت. وزاهد بيحاول يهرب وينزل من على السلم بس القائد بيزقه من فوق، والزقه دي بتخليه يقع ويكسر رجله. وقبل ما يمشي القائد بيقول اللي هيحاول يهرب تاني هيموت. والفريق بيروح لزاهد وبيكتشفوا ان الاصابه دي حقيقيه مش في اللعبه، وده معناها انهم ما يقدروش يستخدموا المصل عشان يعالجوه. والصوت بتاع الكمبيوتر بيرن تاني وبيقول لهم انهم لازم يتحركوا. وزاهد بيبقى تعبان جدا وبيقول لهم خبوني وسيبوني كملوا من غيري، فالفريق بيخبيه وبعد ما بيسيبوه بكام دقيقه زاهد بيموت من نزيف. وفي المستوى اللي بعده ماركو بيتخانق مع الباقيين بسبب الاسلحه الجديده، وده بيشتت انتباههم، فبيجي عدو مستخبي ويضربه من ورا والفريق بيرد بالنار. وفي الوقت ده تايلور بتجري تستخبى في الحمام، وبعد ضرب نار كتير بتتحدف قنبله تهدي المعركه، وشيلي بتلحق ماركو بالمصل بس بعدها بيلاحظوا ان تايلور مش موجوده فبيبداوا يدوروا عليها. وفي الحمام بيظهر ارهابي ويفتح الكباين واحده ورا واحده عشان يدور عليها، وشيلي بتسمعه فبتفتح الباب فجاه وتطعنه قبل ما يلحق يعمل حاجه. والمرحله بتنتهي وادوارد بياخد اعلى سكور وبقى هو في المركز الاول على البورد. وفي وقت البريك الفريق بيبدا يتكلم عن حياتهم وبيكتشفوا انهم كلهم تقريبا ما عندهمش عيله، وده معناه انهم اختاروهم عشان ما فيش حد هيبلغ عن اختفائهم، وبالتالي الشركه مش هتتحاسب لو ماتوا. وفي المستوى اللي بعده بيلاقوا القائد بيضرب رهينه وبيقول لهم ان في قنبله تحت في البدروم ولو ما ابطلوهاش بسرعه المبنى كله هينفجر. وبتكون الطريقه الوحيده لتعطيل القنبله هي انهم ياخدوا الكود من الرهينه، والرهينه بيكون متوصل باجهزه كهرباء، فادوارد ما بيترددش وبيبدا يكهربه، والراجل بيترجى فيهم يرحموه بس مفيش فايده. وفي الاخر بيقول كلمه وادم بيكتبها على الكمبيوتر، بس المفاجاه ان الكلمه دي فعلت القنبله بدل ما تبطلها، وبقى معاهم 30 دقيقه بس عشان يعطلوها يدويا قبل الانفجار. والقائد بيمشي والرهينه بيضحك عليهم بسخريه، فتايلور بتقتله وماركو بيتعصب وبيلوم ادم وبيحاول يضربه بس ايده بتتخبط في الخوذه فبيفتحها عشان يضرب وشه الحقيقي، وتايلور بتحاول تهديه لكنه بيضربها هي كمان. وفجاه بيسمعوا صوت القائد وهو بيزعق وبيقول انه واقف ماسك باب الاسانسير، فالفريق بيجري عشان يدخل والاسانسير بيبدا ينزل لكنه بيقف فجاه، لكن الابواب مش بتفتح بالكامل، فماركو بيشد الباب بايده عشان يفتح مساحه كفايه للكل. ولما ادم بيحاول يخرج ماركو بيمنعه عقابا ليه، وفي الاخر الاثنين بيتحبسوا جوه والاسانسير بينزلهم للدور الثالث، واول ما بيخرجوا الباب بيقفل وراهم والاثنين بيشوفوا هليكوبتر واقع بره من الشباك قبل ما يكملوا في المستوى. وماركو بيجبر ادم انه يمشي قدامه، وادم فعلا بيقتل ارهابي بس بيخلص الرصاص اللي معاه، وبيفضل ماركو يدفع
بيوقع ادم قدامه كدرع بشري، وادم بيتضرب بالنار وبيقع، وبعد ثواني بيموت، وماركو بيستخبى، وبيبقى فاضل 15 دقيقة بس على الانفجار، فماركو بينهار لحظة، لكنه اول ما الصوت بيعلن ان المرحلة خلصت بيكمل من غير تردد. وفي نفس الوقت في الدور الرابع باقي الفريق بيلاقي شوية اسلحة وبيبدأوا يفتشوا المكان، وفجأة بيجي ارهابي يرمي قنبلة دخان، وكارل بيرجع ورا وبيجيله نوبة هلع، فشيلي بتجري تشوفه، فبيقول لها انه فقد حبيبته في حريق زمان، وكل مرة يشوف فيها دخان بيرجع له الاحساس بالفشل والذنب. وشيلي بكلمتين بتهديه وبتشجعه يكمل، وبيرجعوا يتحركوا مع الفريق، والفريق بيكمل طلوع المستويات ويوصلوا للدور الاول، ومعاهم تقريبا مفيش ذخيرة، والباقيين شغالين يقتلوا الارهابيين. لكن تايلور بتدور في المكان وبتلاقي مصل، وفجأة ماركو بيظهر من وراها وبيطلب منها الحقنة، لكن تايلور بترفض، فماركو بيضربها بالنار وبيقتلها. وكارل لما بيدور على تايلور، ماركو بيعمل نفسه بيتهاجم وبيتجاهله، وكارل بيوصل لجثة تايلور وبيتصدم، لكنه بيلاحظ انها كاتبة اسم ماركو بدمها، فكارل بيتجنن من الغضب وبيفتح الخوذة وبيهجم على ماركو في العالم الحقيقي، وبيضربه وبيحاول يخنقه، لكن ماركو بيدفعه في الحيطة وبيوقعه، وكارل بيرد عليه وبيضربه بطفاية حريق، لكن ماركو بيرفصه بعيد. واول ما ماركو بيجهز السلاح عشان يخلص على كارل، القائد بيظهر فجأة وبيضربه، وبعد كام خبطة القائد بيمسك ماركو من رقبته وبيخنقه لحد ما يموت. وبعد ما الفريق يلاقي الجثتين، الثلاثة اللي فاضلين بيكملوا في النزول، وبيبقى فاضل 7 دقايق بس، ولما بيوصلوا للبدروم الصوت بيقول ان ده اخر مستوى، والثلاثة بياخدوا الاسلحة الجديدة وبيفتشوا المكان وبيقتلوا اي ارهابي يقابلهم، وبيحاولوا يقربوا من القنبلة، بس الاعداء مش بيخلصوا، وكارل بيرمي قنبلة وبيخلص على باقي الارهابيين، فبقى الطريق مفتوح. بس فجأة بيطلع ارهابي من عربية فان وبيضرب كارل بسرعة، فبيقع على الارض، وشيلي وادوارد بيجروا يستخبوا، وكارل بيحاول يدور على حقنة المصل، وشيلي بتسمع الصوت بيقول فاضل دقيقتين، فبتجري ناحية القنبلة، لكنها بتتضرب هي كمان، وكارل وهو بيزحف ناحيتها بيتضرب تاني، لكنه بيوصل ليها وبيديها الحقنة وبيقول لها اكسب انتي انا خلاص، وبيموت جنبها. وادوارد بيطلع بازوكا ويقتل اخر عدو، وبعدين بيجري ناحية القنبلة وبيوقفها قبل ما تنفجر بثانية واحدة، وبعدها بيظهر القائد وبيقول مبروك على الفوز، بس ادوارد بيبدأ يكرر نفس كلام القائد بالحرف، وساعتها شيلي بتفهم انه كان الجاسوس بتاع الشركة من البداية، والمحاكاة بتنتهي، وبيدخل ناس لابسة اسود بالكامل وبيخدروا شيلي عشان ينظفوا المكان ويشيلوا الجثث، وسيرفر اللعبة بيمسح كل بيانات اللاعبين، وبيبدأ اغلاق كامل للنظام. وبيجي النهار وشيلي بتفوق وهي لابسة هدومها العادية، وبتلاقي ادوارد لابس بدلة شيك وواقف مع الفريق وهم بيرتبوا كل حاجة، وادوارد بيقدم لشيلي شنطة الجايزة اللي فيها الفلوس، بس اول ما بتهدده انها هتروح تبلغ البوليس بيرد عليها بثقة وبيقول لها مفيش حد هيصدقك. وواحد من رجالة الشركة بيحاول يخدرها تاني، لكن شيلي بتتصرف بسرعة وبتحقنه هو بالمخدر بدلها، وبعدها بتسرق سلاحه وبتضرب نار على كل كشافات النور في المكان، وبتخلي المكان ضلمة عشان تاخد افضلية، فادوارد بيبعت رجالته عشان يوقفوها، بس بعد كل اللي شيلي اتعلمته وخدته في اللعبة بتخلص عليهم واحد واحد من غير اي مجهود. واول ما بتطلع لادوارد بيترجاها تسيبه، بس هي ما بترحموش وبتقتله من غير تردد، وفي النهاية شيلي بتمشي من المبنى وبتسيب وراها الشنطة اللي فيها الفلوس. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.